اسمي أحمد، عمري 26 سنة. في آخر سنة لي بكلية التجارة. كنت أحلم بالتخرج والحصول على وظيفة مرموقة، لكن القدر خطط لي شيئاً آخر. بعد وفاة والدي رحمه الله، الذي كان موظفاً بسيطاً يكاد راتبه لا يكفينا، وجدت نفسي فجأة مسؤولاً عن والدتي وأختي الصغيرتين، إحداهما في الثانوية العامة والأخرى في كلية الحقوق. والدي لم يترك لنا ثروة، بل ترك لنا درساً في العزة والكرامة، لكن الظروف المادية كانت قاسية. حاولت التوفيق بين دراستي والعمل، لكن الكلية كانت تطلب جهداً كبيراً، والأعباء المالية تزداد يوماً بعد يوم. بحثت عن عمل في كل مكان، لكن بدون شهادة جامعية كان الأمر مستحيلاً تقريباً. لم أجد أمامي إلا أن أعمل سائقاً خاصاً عند تاجر كبير يدعى الحاج سامي، رجل في ال50، ثري جداً، لكنه كان خائفاً من زوجته لدرجة غير طبيعية. كان يعتمد علي في كل شيء، فكنت أوصله إلى اجتماعاته ومشاويره من الصباح حتى المساء، وأقوم بطلبات منزله أيضاً. لم أكن أمانع، فلقمة العيش صعبة، وكرامتي كانت في أن أكون عوناً لأسرتي. بعد شهرين من العمل، لاحظت أن الحاج سامي يثق بي بشكل كبير. كان دائم الثناء على أمانتي ودقتي، وفي أحد الأيام طلب مني الاستعداد لرحلة طويلة خارج المحافظة. قال لي: عايزك تيجي بدري بكرة، رايحين مشوار مهم. لم أسأل كثيراً، فقد اعتدت أن أمتثل لأوامره. ودعت والدتي وتركت لها ما يكفيها وأخواتي لأيام، ثم توجهت إلى منزله في الصباح الباكر. وجدته قد أعد كميات كبيرة من البضائع والهدايا، حملتها في السيارة دون أن أفهم وجهتها. كانت البداية فقط، وما تلاها كان أكبر مما تخيلت. وصلنا إلى مبنى راق في مدينة أخرى، وطلب مني الحاج سامي حمل كل الأغراض إلى شقة في الطابق الرابع. فعلت كما أمر، وعندما فتحت الباب رأيتها للمرة الأولى. كانت امرأة في أوائل الثلاثينات، جميلة بشكل آسر، ترتدي ملابس أنيقة ومكياجاً هادئاً. نظرت إلي بعيون فيها مزيج من الثقة والحيرة. قدمني الحاج سامي قائلاً: دي ليلى، وهو أحمد السواق الجديد، حيكون المرسال بيننا لو احتجتي حاجة أو عايزة تروحي مكان. استغربت كثيراً، لكني لم أعلق. بعد أن رحل الحاج سامي برفقتها لداخل الشقة، نزلت إلى السيارة، وأخرجني هاتفي بعد قليل برسالة منه: اتمشي شوية، ارجع بعد ساعتين. فهمت أن الأمر يحتاج وقتاً، فذهبت لأتناول طعامي وأعيد ترتيب أفكاري. عندما عدت، كان الحاج سامي منهكاً ونزل بصعوبة. لم يعلق على شيء، وبدأنا رحلة العودة. مر أسبوعان، وتلقيت اتصالاً منه يطلب مني الذهاب بمفردي إلى ليلى لتوصيل بعض الأغراض. قال: أنت الوحيد اللي أثق فيه. لم أجرؤ على الرفض. عندما وصلت وطرقت الباب، فتحت لي ليلى بابتسامة عريضة. كانت ترتدي ثوباً منزلياً بسيطاً لكنه أنيق. أصرت علي بالدخول بحجة أن الجيران لا يجب أن يروني واقفاً عند بابها وحدي مع امرأة. دخلت على مضض. قدمت لي مشروباً مثلجاً، وطلبت مني الانتظار ربع ساعة كي تستعد. بينما كنت جالساً، لاحظت نظراتها التي تتبعني من بعيد. كان هناك شيء مريب في الأمر، لكني لم أستطع تحديده. جلست ليلى بجانبي على الأريكة، وقربت المسافة بيننا تدريجياً. بدأت تسألني عن عائلتي، دراستي، أحلامي. أجبتها بصراحة، فقد بدت مهتمة بصدق. أخبرتها عن والدي الراحل، ووالدتي المريضة، وأختي اللتين أعولهما. كانت تنصت باهتمام، ثم قالت لي فجأة: أنا زوجة ثانية للحاج سامي، تعرف ذلك؟ هززت رأسي بالنفي، فشرحت لي قصتها المؤلمة. قالت: إنها كانت تعمل لتعيل أمها وأخواتها البنات بعد وفاة والدها. الحاج سامي عرض عليها الزواج مقابل شقة ومصاريف شهرية،
فوافقت مضطرة، لكنها اكتشفت أنه رجل عاجز جنسياً ولا يأتي إليها إلا مرة كل أسبوعين، وحتى ذلك لا يستطيع فيه أن يكون زوجاً حقيقياً. هي لا تزال في الثلاثينات تحلم بالحب والأسرة، لكنها محاصرة في زواج بلا معنى. صعبت عليها قصتها جداً وشعرت بالتعاطف معها. اعتذرت لي عن تصرفها السابق وقالت إنها ضعفت لحظة احتياج. لم أستطع أن أمنع نفسي من مشاعر الحزن تجاهها. هي إنسانة مظلومة، وردة جميلة ذبلت قبل أن تتفتح. بدأت أزورها بشكل منتظم بعلم زوجها الذي كان يعاني من أمراض مزمنة تمنعه من السفر كثيراً. كنت أوصل لها طلباتها ونتبادل أطراف الحديث. في كل مرة كنت أجدها أكثر حزناً وأكثر إنسانية. ثم في يوم من الأيام فاجأتني بعرض غريب. أعطتني مبلغاً كبيراً من المال، قالت إنه من مدخراتها، وطلبت مني أن أستقيل من عملي كسائق وأبدأ مشروعاً صغيراً وأكمل دراستي. قالت: خذها سلفة وابدأ حياتك، لو نجحت ردها لي أو خليني شريكتك. كانت ثقتها بي طعنة حلوة في قلبي. بفضل مبلغ ليلى استأجرت محلاً صغيراً في منطقة شعبية وملأته بمواد غذائية وبضائع منزلية. كانت المنطقة تفتقر إلى مثل هذا المشروع، فازدهر العمل بسرعة. بدأت أرباحي تزيد شهراً بعد شهر، وتمكنت من رد جزء من الدين لها مع كل زيارة. كنت أصر على أن أعطيها حصتها من الأرباح، لكنها كانت ترفض قائلة: استثمرها في نفسك وفي مستقبلك. تخرجت من الكلية بدرجات مرتفعة وحصلت على وظيفة في شركة خاصة، لكن قلبي ظل معلقاً بها. في كل مرة أراها كنت أجدها أكثر جمالاً وأكثر ضعفاً. كان الحاج سامي يهملها تماماً ولا يعطيها من وقته إلا القليل. ذات مرة بكت بين ذراعي قائلة: أنا مش جماد، أنا بني آدمة، عايزة أحب وأتحب. عندها أدركت أنني أحبها حقاً، حب جنوني جعلني أفكر في كيفية إنقاذها من هذا الزواج البائس. لكن الحاج سامي كان تاجراً كبيراً، له نفوذه ومعارفه، وأنا لازلت شاباً في بداية الطريق. كنت خائفاً من أن أتقدم بطلب الزواج منها، فهو سيعتبر ذلك خيانة وقد يدمر مستقبلي. مرت سنة كاملة وأنا على هذه الحال، أراها سراً وأحبها أكثر وأخاف من المستقبل. أخواتي أصبحن يكبرن، وأمي بدأت تسألني عن سبب عدم تفكيري في الزواج. كنت أتهرب من الإجابة. في إحدى الليالي اتصلت بي ليلى باكية، قالت إن الحاج سامي علم بوجود رجل يتصل بها وهدد بقتلها هي ومن معها. شعرت بالرعب، لكن في داخلي كان هناك صوت يقول: هذه فرصتك لتكون بطلاً حقيقياً. في صباح اليوم التالي وصلني اتصال من الحاج سامي نفسه. صوتا كان ضعيفاً ومتعباً، طلب مني الحضور إلى منزله فوراً. ذهبت بقلب خائف، لكن ما وجدته صعقني. كان الحاج سامي طريح الفراش، يعاني من أزمة قلبية حادة. قال لي: أنا عارف كل حاجة، عارف علاقتك بليلى، بس أنا مش غبي. أنا اللي كنت مسببها عشان أشوف أمانتك، وهي من البداية هي اللي اقترحت إنك تكون السواق الخاص عشان نختبرك. لم أصدق ما أسمعه. تابع قائلاً: أنا مريض وما عنديش ولد يرث التجارة، بناتي صغار، وزوجتي الأولى ست مش هتقدر تدير الموضوع. ليلى كانت حلقة الوصل، وعايزين نعرف إذا كنت راجل جدع يستحق الميراث ولا لأ. هنا انفجرت غاضباً: يعني كنت بتختبرني بمراتك؟ طب هي كانت بتعيط وتشتكي منك بالشكل ده؟ ضحك ضعيفاً: كل ده كان تمثيل عشان نشوف قلبك. انت نجحت في الاختبار، وليلى معجبة بيك بجد. أنا عايز أطلقها وزوجها لك، على شرط إنك تدير تجارتي كلها بعد وفاتي،
وتتكفل بزوجتي الأولى وبناتي. وقفت مذهولاً. كان كل شيء كذبة كبيرة. مشاعري كلها تجاه ليلى كانت حقيقية، لكنها كانت تمثل. شعرت بالغبن والخيانة، لكن في نفس الوقت كان عرض الحاج سامي مغرياً. تجارة ضخمة، زواج من امرأة أحبها، مستقبل مضمون. طلبت مهلة يوم لأفكر. عدت إلى بيتي وأغلقت على نفسي غرفتي. أمي لاحظت حزني، لكني لم أخبرها بشيء. في الليل اتصلت بي ليلى. بكاؤها هذه المرة كان مختلفاً. قالت: أنا أسفة، بس أنا فعلاً بحبك. التمثيل كان بس في الشكوى من جوزي، لكن حبي ليك حقيقي من أول مرة شفتك وأنا عايزاك. أمضيت ليلة بيضاء أفكر في كل شيء. حبي لليلى كان حقيقياً، لكن شعوري بالخيانة كان أكبر. كيف لها أن تخدعني كل هذه المدة؟ كيف كانت تبكي وتشتكي وهي تمثل؟ في الصباح قررت أن أواجهها وجهاً لوجه دون وسطاء. ذهبت إلى شقتها، وكانت في انتظاري بعيون حمراء من البكاء. قلت لها مباشرة: هل كل كلمة قلتيها لي كانت كذبة؟ نظرت في عيني بصدق وقالت: لا، كل كلمة عن وحدتي ومعاناتي كانت حقيقية، لكن الحاج سامي هو من خطط لاختبارك. أنا رفضت في البداية، لكنه هدد بتركي بلا شيء. وافقت على التمثيل في شكوى الجنس فقط، لكن كل مشاعري نحوك حقيقية. أنا أحبك لأنك رجل طيب وشريف، وليس لأنك سائق أو تاجر. سكت طويلاً. كلماتها بدت صادقة. قالت إنها مستعدة أن تطلق وتتنازل عن كل حقوقها المادية إذا كان ذلك سيرضيني. وأضافت: أنا مش عايزة فلوس الحاج سامي، أنا عايزاك أنت بس. هنا شعرت أن قلبي ذاب. قررت أن أذهب إلى الحاج سامي وأوافق على عرضه، ولكن بشروطي: أن يطلق ليلى فوراً بدون مقابل، وأن تكون تجارته تحت إدارتي لكن باسمي أنا، وأن أتكفل بزوجته وبناته بكرامة. وافق الحاج سامي بعد تفكير طويل، لأنه كان فعلاً على وشك الموت. بعد شهر تزوجت أنا وليلى في حفل بسيط، حضرته أمي وأخواتي، وكان أسعد يوم في حياتي. بعد 6 أشهر توفي الحاج سامي، وأصبحت المسؤولة عن عائلتين: زوجتي وأسرتها، وأسرة الحاج سامي الأولى. لكني لم أندم أبداً. ليلى أثبتت أنها زوجة مخلصة ومساعدة مخلصة في العمل. رزقنا بطفلين، وأصبحنا نموذجاً للتفاهم والحب. القصة علمتني أن الظروف قد تجبر الناس على التصنع، لكن الحب الحقيقي يكسر كل الحواجز، وأن الثقة إذا بنيت على الصدق تبقى أقوى من أي خداع.